طبعا اول فكره هتجيلكم واحد كمان جاي يتكلم في الكوره، او لابس بدله وراه مكتبه وجاي يقول لك نصايح ازاي تبقى جامد جدا، او بتاع تنميه بشريه. بس في الحقيقه هو لا ده ولا ده. انا كمان زهقت من المكان، تعالوا نتحرك لمكان اسهل نتكلم فيه على روقان. اللعب مع الكبار. اللعب مع الكبار هو كونسبت كده موجود في كل حاجه في حياه كل شخص. في لعب عادي وفي لعب مع الكبار، في ليفل تاني كده في اللعب مع الكبار. في شغلك في ناس كبار، في لعبه اكبر بتتلعب في كره القدم، في السياسه، في الاقتصاد، في كل حاجه. الفكره بقى هنا كلها انا مش جاي اقول لك انا قفلت اللعبه وتعالى بقى يا معلم اعمل ده واعمل ده وما تعملش ده عشان تبقى راجل مقفل اللعبه وناجح ومية مية. انا مش جاي اعمل ده، انا جاي بس ان احنا نتناقش نتكلم وانت اطلع بقى من الحلقه بالكونسبت اللي وصل لك. في الاول وفي الاخر هو مفيش حد هيقفل اللعبه، مفيش حد قفل اللعبه. طول الوقت في اعلى، طول الوقت في ناس بتلعب على مستوى اعلى وعلى مستوى اكبر. فكان مهم جدا بالنسبه لي ان اي شخص في الحياه يبقى فاهم ان في حاجه اسمها اللعب مع الكبار. لازم يبقى بيفكر بطريقه كبار، بيشتغل بطريقه الكبار، بيعيش بطريقه الكبار. الكبار دول بقى اللي هم ايه؟ اللي هم الناس اللي عارفه تتحكم في مسار حياتها. يعني انا عايز ابقى ناجح، عايز ابقى اغير سلوك عندي معين، عايز ابقى بعمل حاجه معينه، عايز ابقى بكريت حاجه معينه. انت لازم تبقى عندك الكونسبت ده. مش كبير في السن ولا كبير في الفلوس ولا كبير في العربيه، هو كبير هنا، الموضوع كله هنا. فالكونسبت بالنسبه لي او الموضوع بالنسبه لي كان في اللعب مع الكبار. ازاي انت ممكن تبقى فاهم حتى لو انت مش مع الكبار تبقى فاهم اللعب مع الكبار بيمشي ازاي، لان هتجيلك فرص في حياتك هتبقى محتاج تعرف قواعد اللعبه، والا بتلاقي نفسك رحت دخلت في حته كده انت حاسس انها اعلى منك، حاسس ان انت مش فاهم مش مترجم. دي كلها حاجات هنتكلم فيها بقى بالتفصيل التفصيل خلال كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. خليني اقول لك ان احنا جينا نبدا في البدايه خالص كنا محتاجين حد فعلا يستوعب معانا الكونسبت ده، حد يكون واصل لفكره الليفل في اللعب مع الكبار. هنا برضو بتكلم طول الوقت هنا. فكان لؤي فوزي. لؤي فوزي انا بسجل دلوقتي بعد، يعني انا حبيت اقدمه بعد ما اكون قعدت معاه واتكلمت. ليه؟ علشان اوصل للحاجه الحقيقيه. دايما في ناس كتيره قدام الكاميرا غير خالص في الطبيعه، حتى ارائهم كمان ممكن تبقى بتتغير. فلما قعدت مع لؤي لا هو حقيقي، هو شخص فعلا حقيقي، وده اللي كان ممتع في التجربه. انت قاعد معاه بتتكلم كانك شايفه برضه على الشاشه، كانك شايفه بتتفرج عليه في فيديو. اراءه وطريقه كلامه، الفلو اللي هو تدفق الكلام والسلاسه في الكلام، متواضع بسيط. طبعا دي حاجات اساسيه عشان الشخص يبقى واصل لليفل في النجاح او مستوى في النجاح. ففي اسئله كتير جدا لؤي احنا فتحناها مع بعض، حتت معينه لؤي ما اتكلمش فيها قبل كده، ولما اتكلم فيها بان قد ايه هو شخص حقيقي، قد ايه هو شخص طالع من نفس المستوى اللي كلنا طالعين منه، بيتكلم بنفس الطريقه، شاف كذا مستوى في الجيم بتاعت الحياه، سواء في شغله، سواء هو اتخرج من ايه اصلا وعمل ايه وراح فين وجه منين وليه عمل كده. طول الوقت في تساؤلات كبيره جدا ممكن نقدر ان احنا نوصل بيها الشخص ده فعلا حقيقي ولا مش حقيقي، الشخص ده بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي، مستواه في اللعب عامل ازاي. فيلا بينا ندخل الجيم مع لؤي فوزي في اللعب مع الكبار. انا احلى لؤي فوزي يا جماعه. مبدئيا المقدمه اللي انتوا سمعتوها من شويه انا صورتها بعد الحلقه، يعني احنا دلوقتي انا ما اعرفش نفسي انا هقول ايه في المقدمه حاليا، لاني كنت حابب اقدمه بكلام فعلا اكون حسيته لما نقعد مع بعضينا. انا من متابعينه زي حضراتكم فشايفه من زاويه، بس لما هتقعد معاه هتشوف زاويه تانية خالص. فهو ده اللي انا كنت حابب انه يحصل. فشرفتني ونورتني وكترتنا وحاجات كتير جدا جدا. اهلا بيك يا محمد،
اول حاجه، وبرحب طبعا وبحيي الناس اللي بتتفرج علينا كلنا، ويا رب الزوايا اللي تطلع النهارده تبقى كويسه. اتمنى. ده الزوايا دي بقى تاخدنا الهندسه بقى على طول يعني الموضوع، لان احنا نشترك في هذا الامر يعني. صح. فمن ليه المهندسين دايما يعني ليه دايما بيبقى المهندسين بيعملوا شيفت على طول الوقت؟ اكتر ناس بتعمل شيفت هم المهندسين، حاسس كده يعني. بص، لو هنتقمص بقى شخصيه المحنك، فهقول لك ايه انه لا مش شرط يعني. هو الناس عشان العينه اللي هي شايفاها مهندسين، احمد عفيفي كمان مهندس، احمد عطا مهندس، ناس كتير من اللي شغاله في المجال المهندسين، وكلهم ناس انا اتكلمت معاهم. بس انت شايف العينه اللي بره، ولما بتبص على حالاتهم ما بتقدرش ان انت تقارن. بالظبط. يعني مثلا عفيفي كهرباء مثلا، أيوة. عطا مدني زيك بالظبط. ما تقدرش ان انت تقول انه دول الثلاثه دول او الاربعه دول في بينهم حاجه مشتركه هي اللي خلتهم سابوا الهندسه وطلعوا كده. وما عندكش كمان بقى، لو هنتكلم بلغه المحنكين برضو ما عندناش داتا، ما نقدرش نقول المهندسين دول طلع صح. منهم كام واحد، نسبة. فالمهندسين بالذات فيهم مشكله. صح. بس احنا مثلا انا مثلا ليا 2 صحابي مهندسين كمبيوتر، حاجه بقى مالهاش علاقه بكل الكلام بالزبط. بس برضه سابوا القصه، ويا اما بيهوا الموضوع بيكتبوا او بيعملوا حاجه، بيعملوا كونتنت بطريقه معينه بالزبط. او متفرغين تماما للقصه دي. طب ممكن ده يبقى ليه علاقه بان الناس اصلا بتدخل هندسه بسبب المجموع مثلا او البيت، مش بسبب ان هم عايزين ده؟ ولا الهندسه هي اللي بتشغل دماغ الشخص تخليه شفت؟ يعني لما بتفهمه الصح، فلما بيفهم الموضوع بيشفت بسبب الهندسه. انا بحس ان هو لا ده ولا ده، بحس ان هو الموضوع اصلا بيحصل بسبب الحاجه البديهيه اللي احنا كلنا مش بناخد بالنا منها، هو ان احنا لما بنختار اصلا تخصصاتنا وكلياتنا ما بنبقاش عارفين حاجه عن العالم يعني انت خلصت ثانويه عامه جبت 95، ما اعرفش هي بتاخد كام دلوقتي، 95 98، انا على ايامي خدت 91 و7. ايوه. ما انتش عارف بالظبط ايه اللي هيقابلك جوه يعني. صح دي نقطه مهمه فعلا. يعني انت لو رجعت اصلا لاصل الفكره دي، صح. انت امتى قررت او اهلك قرروا ان انت هتبقى مهندس؟ هتلاقي الريفرنس بتاعها غالبا حاجه ملهاش اي علاقه بالموضوع. انا مثلا عشان كنت بلعب بالميكان وانا صغير والمكعبات، أيوة. فقال لك بص والدماغ والهندسه والبتاع والمش عارف ايه. طب دخلنا هندسه، انا وانا داخل هندسه كنتش عارف ايه الاقسام اللي جوه وايه الفرق بينها، عرفت ده في اخر السنه خلاص. ولما اخترت عماره صحيح هي اقرب للي انا عايز اعمله، بس انا كمان ما كنتش متخيل ان انا هقعد ادرس مثلا زيك، ادرس بقى ستيل وكونكريت وفي اقسام ثانيه ادرس كيمياء وفيزياء بقيه حياتي. لا يعني مش قادر بقى، فخلاص يعني دخلت عماره، وبعدين في الاخر بتكتشف ان انت في اغلب الاوقات طلعت من كل لازم دخلتها. صح. ان انت بقى اللي انت هتشتغل بيه انت لسه هتبتدي تتعلم. بالظبط. فبحس ان هي دي الفكره، انه انت اصلا كلنا واحنا داخلين كليه، داخل اداب، داخل تجاره، داخل علوم، داخل ده، المستقبل بالنسبه لك مبهم، ما تعرفش اصلا انت هتدرس ايه، مش ما تعرفش انت هتشتغل ايه، انت مش عارف هتدرس ايه اصلا ولا هتدرسه عامل ازاي. ده حقيقي. وايه علاقته باللي هتشتغله؟ دي مشكله برضو كبيره. انا قعدت فتره كبيره في هندسه انا مش عارف طب انا هيسالوني في ايه، يعني انا لما هطلع هيقولوا لي هيسالوني في ايه علشان اعرف، بس ما كنتش عارف والله. يعني في معيده مثلا كنا بندرس، احنا عندنا رياضه 1 و2 و3 و4 و5 يعني كده تمام، فجينا في رياضه من الرياضات، فهي قعدت تشرح مساله السكشن كله ساعه ونص، هي بتحل مساله واحده بس، مش بتشرحها هي بتحلها. فكان سؤال البديهي، انا المساله دي هستخدمها في الشغل فين علشان بس ابقى عارف ده بجد عشان اهتم يعني لو. فقالت لي فسكتت شويه كده، دي كانت صدمه بالنسبه لي. بعد كده قالت لي بص هقول لك على حاجه، لو انت قررت تعمل نافوره، قلت لها ثواني بس، طالما وصلت للمرحله دي فما تكمليش تمام. يعني هو انت بتعملي ده عشان نافوره، فاهم الفكره؟ في حديقه القصر بتاعك مثلا بالظبط. فده برضو مشكله كبيره جدا. انا بحس ان الناس وهي داخله هندسه هي شايفه صوره للمهندس بشكل معين، بس هو الموضوع مختلف تماما يعني. بص هو برضو عشان نبقى فير، لو انت حد بتحط منهج في كليه هندسه، برضو حط نفسنا مكانهم، او منهج في ثانويه عامه، ما انت برضو عايز تجمع له حاجه من كل حاجه. طبعا. يعني انا بضحك لغايه دلوقتي على الفيديو بتاع محمد خميس وهو بيقول ان انا لميت الناس ومش عارف ايه، وقلت لهم نهر المسيسيبي بيصب وفعلا بقعد افكر هو ايه الموقف اللي ممكن انا استخدم فيه معلومه زي كده. ده حقيقي. بس انت برضو من الناحيه الثانيه بتحس ان هو عايز يجهزك. بس انا حاسس ان في مشكله هنا بديهيه، انه الشخص ده بيختار مستقبله بناء على ايه؟ هي دي فكره.
هل احنا معتمدين على انه مش مشكله اختار دلوقتي وبعد كده هيجي لك فرصه ثانيه تشفت او تعمل او بتاع؟ طب ما هي الفرصه الثانيه دي هتجيله بعد ما هيكون ضيع كام سنه صح من عمره. طب وحاجات تانية بقى اللي هو زي ما انت بتقول انه ده هندسه، ده طب، ده صيدله، والباقي بقى ايه اركن. صح. فانت لازم تلحق بقى ايه مكان في الثلاثه في الحته دول، في الحته دي وبعد بس كده نبقى نشوف. صح. بس تاخد الشهاده وبعد كده نبقى نشوف. فبتحس انه مفيش شعبيه، مفيش اسواق، مفيش مجالات للوظائف التانية. ده حقيقي. والناس بتتريق على الحاجات اللي هي مش عارفاها يعني فعلا. لانه برضو في حاجات بتبتذل يعني صح. مثلا الناس اللي بتقعد تتريق يقول لك ده تيك توكر، ده انفلونسر، ده يوتيوبر، وهي دي شغلانات، هي دي مش عارف ايه بتاع. صح، لانه في ناس ابتذلت هذه الشغلانات فعلا. لدرجه ان هي ما بقتش شغلانه، ده انا بعمل اي حاجه. بس الناحيه الثانيه خلاص السمعه كلها طلعت على الشغلانه. صح هي بتبقى سمعه فعلا. يعني بمناسبه المحطات اللي بنمر بيها في حياتنا، يعني لان ده موضوع برضو فكره انت بتلاقي نفسك انت ممكن تكون كنت حاطط بلان واتغيرت بقى 13 مره لحد ما وصلت للي انت فيه دلوقتي. فدي محطات. يعني انا لما بقعد افتكر كده بلاقي نفسي اشتغلت حاجات ملهاش اي علاقه خالص باللي انا كنت مقرره وقتها مثلا او كده، بس بكتشف بقى في النهايه ان هو ده اللي كان لازم يحصل. يعني انت لما بتيجي بقى وصلت لمستوى معين فانت بتكتشف ان لا، هو كل حاجه، كل محطه انا اتعلمت منها حاجه مثلا، وكلها ادت للحظه دي. بالظبط، هي دي بقى. رغم ان انا في اللحظه دي لو كان حد قال لي انت كمان سنه 2 5 10 كنت هتبقى هنا، كنت هقول ده ايه الهبل، مستحيل. صح جدا، ده ولا في دماغي اللي انت بتقول عليه ده. انا اصلا مش عايز ده. صح. بس هي لما بيقولوا بقى كنز في الرحله، مش انه هتعمل الرحله وخلاص، بس ان في الرحله دي انت هتعرف ليه بقيت هنا فعلا. وهتبقى مقتنع باللي انت فيه هنا. صح. لو انت في مكان كويس، هي حاجه بتكمل بعضها، بتظهر في هي الرحله دي اللي انت بتعرف فيها انت مين وعايز ايه وايه اللي مريحك، وهو ده. فبالتالي لما بتوصل له بتقول بس ثبت على كده. انا كده تمام. عظيم جدا. انا بص، انا بمناسبه الاسئله بس بغير مقاطعه يعني، انت كنت بتقول من شويه الاسئله او الحاجات اللي بتاخدها في الكليه وما تبقاش عارف هتستخدمها. كنت لسه بحكي لك من شويه انه في عماره، في هندسه، في الجوري بتاع مشروع التخرج، انا اتسالت الاسانسير ده طالع ولا نازل. ايوه السؤال بقى انا ما عرفتش هجاوبه. يعني انا في الاول كنت هجاوب، لان انت في الجوري بتبقى داخل اللي هو متحفز، انا جاهز هرد على كل حاجه، انا مذاكر المشروع كويس قوي وهقول لك وبالارقام وبتاع. فاللي هو عملت كده ولسه هقول له، وبعد كده لقيت انه ما فيش حاجه تتقال. يعني بعدين ما لغايه النهارده ما اعرفش الدكتور كان بيهزر معايا ولا بيسالني بجد. ده السؤال يعني، ده اللي كان السؤال. والمشكله انا كنت هجاوب يعني. ايوه، ما هو انت كنت هجاوب. بعد كده قلت طب ما هو طالع، طب وبعدين يعني طب طالع مش هينزل او نازل مش هيطلع، وهو نازل طالع ونازل. المفروض ان ده سؤال من الدكتور، يعني حد محترم، فانا واخد السؤال هجاوب عليه. هو كان بيهزر معايا يعني، هو اللي هو حب يختم الجوري بلقطه كده، بس انا ما فهمتهاش بقى ساعتها. لا هو الموضوع ده فعلا بيبقى صعب. طب خلينا نيجي في حته مثلا زي المرحله اللي انت شفت فيها. تمام. انا عارف ان ده انت اتكلمت فيه قبل كده، الناس عارفاه، بس انا في نقطه عايز اقف عندها، هي فكره المرتب الثابت ولا الفريلانس مثلا. دي حاجه شاغله دماغ الناس طول الوقت. انا يعني ليا وجهات نظر في الحته دي، بس حابب اعرف انت برضو يعني هل لاحظت الحته دي مهمه بالنسبه لك من ساعه ما بدات تبقى بتاخد مرتب ثابت او شيء، او انت لا ضد فكره المرتب الثابت؟ بص، هو يعني ده سؤال شمولي قوي، عمومي قوي، يعني ما فيهوش ان انا اقول لك كذا او كذا، لانه عند لحظه معينه انت بتبقى حاسس ان انا عندي حاجه ثابته مثلا، فالحاجه دي فيها شيء من الامان، وبعدين كل شويه بيجي لي حاجات صغيره بتستمر او ما بتستمرش، فبتحس ان الوضع ده مثلا لو انت في الوضعيه دي ده مثالي. ليه؟ لانه ما فيش ركود، ما فيش رتابه. صح. الروتين كل فتره بيتكسر بحاجه جديده انت بتعملها. صح. حاجه شكلها مختلف. صح. الاحساس نفسه بتاع الساتسفاكشن، انه انا مبسوط عشان انا في حد بيكلمني يقول لي تعالى اعمل كذا. صح. انه انا عايزك تعمل كذا، ان انت في حد بيطلبك او كذا. فده ده بتحس انه ده افضل بكتير من ان انا اكون شغال
وانه انا ان كنترول، لانه انا بعمل حاجه، الحاجه دي انا بقدر اتحكم فيها. صح. لو هي فشلت انا برجع اراجعها واقول ايه المشكله هنا، وعلى الاقل متحمل مسؤوليه قراراتي في الموضوع. وبالتالي لما يجي لي حد يقول لي تعالى اعمل كذا، انا عجبني اللي انت عملته، تعالى اعمل كذا، بتقدر بقى تاخد كريدت لنفسك وانت مطمن جدا جدا. انما في فكره الشركات الضخمه ممكن تقعد 3 شهور ما بتعملش حاجه. ده حقيقي. صح خد بالك، ممكن تيجي اخر السنه يجي لك مثلا المراجعه بتاعتك او الريفيو او ايا كان، يقول لك انت والله تقييمك السنه دي كذا. مش عارف ليه، بناء على ايه؟ وده معناه ايه؟ كفاؤوميتر بتاع اللي اتكلم فيه احمد امين، بتاع كفاؤوميتر. بالظبط. طب انا تمام، انتوا مبسوطين ولا ده اقلق يعني من ولا الرقم إيه؟ ده ولا اعمل ايه؟ فاهم؟ فبتحس انه الدنيا زحمه قوي. مش عشان كده مثلا انا كان بالنسبه لي طول عمري بخاف من التلفزيون. لانه التلفزيون يعني انت طبعا هتلوز كنترول، انت الموضوع هيخرج عن ايدك. صح. هتبقى في حاجات بتحصل انت مش متحكم فيها، فهتاخد لوم على حاجات مش انت اللي عملتها. أيوة. وهتاخد كريدت برضو على حاجات مش انت اللي عملتها. بالظبط، هي ريسك. فقصه المرتب الثابت ولا كذا، انا الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقولها للناس عفوا، انه ما تسيبش ده غير لما يكون معاك ده. يعني انت راجل مهندس ولا ايا كان شغلانتك دلوقتي، صح، قرفان من اللي انت بتعمله، بس اللي انت بتعمله ده جايب مصروفك. صح. ما تسيبهوش وتنط في البحر. صح. خاصة لو انت شخص مسؤول. ده حقيقي. مفيش حد في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يقدر يتحمل ده حقيقي. ان انا هسيب واقعد بقى استنى. لا، لازم هتدوس على نفسك فترة. صح. ان هعمل ده وده وهموت هنتحر لغاية ما تيجي لحد هنا ما يعلى ليفل معين كده يقدر يكفيني. يجي لي حاجة في الموضوع. صح. جالي ما جاليش خلاص حاولت. صح. هي دي انا بشوف انها اجابه نموذجيه، يعني اللي هو بقى لا فكره لا يا عم المرتب الثابت امان ومش هحاول وهفضل عايش عليه، او لا يا باشا المرتب الثابت ده اركنه على جنب مش هبدا فيه اصلا وانا هروح بقى اشتغل فريلانس واتشرد والحاجات دي. الاجابات المطلقه ما لهاش معنى. صح. ان انا اقول اطلع على كام الف واحد ولا 10 حتى، كل واحد بظروفه، كل واحد بمسؤولياته. صح. اقول لهم يا جماعه ده كذا او ده صح او ده غلط. انا يعني بضحك على نفسي وبضحك عليهم. عظيم. يعني لا صح. انت المفروض انت عارف ظروفك، المفروض ما تسيبش ده غير لما تمسك ده حقيقي. وساعتها حتى لو انت مثلا حصل معايا مثلا ان انا مسكت ده وبعديها بشهر ده طار بالظبط، فبقيت خسرت ده وده. ماشي، حصل معايا. بس انا خلاص انا خدت بالاسباب، هعمل ايه؟ صح. ما عنديش بقى هو ده انت بتتعامل معاه بقى خلاص. بالظبط، خلاص انا مش هشوف المستقبل، فخلاص انا عملت ده حصل كده. لكن طول ما انت لسه عندك الكنترول، لا خليك هنا لحد ما دي تظبط. ما زودش على نفسي احساس بالذنب وضغط وشك، وانا ليه عملت وانا لو كنت عملت ومش عارف ايه، اقعد اشك في نفسي. صح. لا، تبقى طاقتي كلها متوجهه انه خلاص ده جه، يلا نركز في ده بقى بكل اللي عندنا. صح جدا. هو بص، البرنامج اللعب مع الكبار، الفكره ان دي انا برضو وانت بتشرح انا بشوفها جيم. انت برضو بتكمل هنا لحد ما هنا تعمل مش عارف ايه، هي جيم برضو. فانا في فكره اللعب مع الكبار دايما بتكلم فكره ان هو ما حدش قفل اللعبه. صح. طول الوقت احنا في الجيم. صح. بس في مستويات بقى في الجيم دي، في لعب للناس العاديه، وفي بعد كده انت بتحتاج بقى تعلى في المستوى شويه لحد ما يبقى اللعب مع الكبار. يعني انت شايف بقى، شوف بقى التحويله دي، انت شايف ان ميسي قفل اللعبه؟ احنا يعني فاهم. قفلها يعني اللي هو تاريخ يعني في وجهة نظر التاريخ. وفاز بايه وكسب ايه وبتاع وكده. ممكن حد يجي يعمل اللي عمله ميسي تاني قريب مثلا او بعيد حتى من ناحيه الالقاب والبطولات؟ ممكن حد يعني. اصل الالقاب والبطولات لما هتفرغها من الباقي في ناس اوريدي عملت حاجات شبه كده. جيرد مولر مثلا فاز بكل حاجه، يورو وكاس عالم وشامبيونز ليج ودوري واهداف ارقام قياسيه وكل حاجه وبتاع. بس انه مش هتلاقي حد مش هتعرف تفطسه، مش هتلاقي حد مش هتعرف تمسك عليه حاجه. صح. انا حتى بعد ما الموضوع ده حصل كنت في اللايف وجت لحظه كده الناس برضو قطعتها وبتاع. لما سالت قلت طب ما هو بيليه معاه 3 كاس عالم، يعني هعرف اعجزك طول الوقت. صح. طب بلاش ميسي خد 3 كاس عالم. طب ما انت فين بره برشلونه؟ طب ما انت قاعد في برشلونه وبتاع، مفيش اختبارات، مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا. صح. المشكله بقى ان الناس ما بتقدرش تعترف بده دلوقتي على السوشيال ميديا. ليه؟ لانه الموضوع كله قايم على البراجنج. السوشيال ميديا كلها قايمه على ايه؟ ان انا اللي قفلت. صح. ان انا كذا، حتى لو انت ما عملتش حاجه خالص. انت لسه بادي، لسه عامل بيج، لسه بادي تعمل فيديوهات، لسه بتاع، لسه كذا لسه كذا. وبتلاحظها في الاجيال الجديده
اللي هي ما لحقتش الحياه قبل السوشيال ميديا. ده فعلا. فطلع لقى انه النماذج دي على السوشيال ميديا هي اللي واكله. بالظبط. فحد مثلا بيكتب اناليسيس مثلا لماتش او بتاع ده مش هتلاقيه في اي حته. ده بص ده هو ده بقى الموضوع. صح. ده انت بقى هات مش عارف ايه وتعالى عشان انت بقى دلوقتي هفجر لك مخك، هبهدلك، هتسمع حاجه عمرك ما سمعتها قبل كده. عارف المثل بتاع ضجيج بلا طحين؟ انه انا لسه عمال اعمل دوشه حوالين الحاجه بالظبط، وبعدين ببص على حاجه ما بلاقيش انه بوزل فيها نفس المجهود. فبعد كده الناس دي بيبقى صعب عليها قوي انها تتقبل انه الحياه هتكسرني وان انا هاجي في لحظه هاخد على وشي. طبعا مش على دماغي، هاخد على وشي. صح، هتعور. صح جدا. واخد بالك؟ وهقعد اشك في نفسي واقول ايه اللي حصل ده. طب ما انا كنت مذاكر، طب ما انا كنت عامل، طب والناس اللي في الكومنتات اللي عماله تقول لي ده انت اعظم حاجه في التاريخ والحاجات دي، الناس دي ايه؟ لا. فنخش بقى ايه فمتواليه السامه دي. لانه الفكره دي اصلا مش بشريه، فكره ان هو انا عايز فلان يقفل اللعبه دي، فكره الناس اللي عايزاها. صح. ولو الناس صح. فكرت شويه هتلاقيها ان هي الفكره دي في الاخر هو خد الكاس وقيل انه ختم اللعبه وكذا وكذا، بس بصوا قدامها الفكره دي عذبته كام سنه. طبعا. لدرجه ان هو لما اخذ الكاس اول حاجه فكر فيها ان هو يشاور لاهله في المدرجات ويعمل لهم كده. أيوه. انه خلاص مين بيبقى لسه كسبان كاس العالم ويقول خلاص فعلا خلاص فعلا. انتهى الموضوع. صح. لا ده واحد كان على دماغه وعلى كتافه حاجه وخلص منها خلاص، اللي هو انا خلصت حاجه تقيله على قلبي. مش المفروض يكون الوضع كده فعلا. بس لان انت حطيت اللود عليه ان انت لازم احنا عايزين الراجل اللي هنقول ايه ختم اللعبه. ليه ختم اللعبه؟ عشان احنا كلنا قاعدين على السوشيال ميديا وانت بتلعب كوره، ادينا حاجه نحارب بيها. بالظبط. صح. ادينا جمله صح نحارب بيها. صح. فانا دلوقتي واحد بشجع ميسي او بشجع برشلونه او كده، بيجي واحد بتاع كريستيانو مثلا او بتاع بيليه قديم او بتاع مارادونا او ايا كان يقول لي ميسي والتخاذل والبتاع. انا عايز حاجه، عايز رد ساحق مش رد عادي. صح. مش عايز اتكلم معاه. صح. لان هو ممكن كمان ما يكونش مستعد يتناقش. انا عايز جوائز، قنبله نوويه. عايز قنبله نوويه دي صورتك بكاس العالم. صح. علمني. صح. بس خلاص انتهى الموضوع، ما تكلمش معايا. فعلا. الكوره انتهت يوم كذا. ايوه فعلا. فعشان كده الناس دي ما بتبقى طول الوقت عماله تدور على اللي قفل وفي نفس الوقت مش قادره تتقبل انه الموضوع ده ما فيش حاجه اسمها كده تقفيل. بالظبط. ما فيش حاجه اصلا اسمها تقفيل. صح. لان هو طلع من الاول لا الناس عماله تقول انا اللي رحت وجيت وطلعت ونزلت وانا كذا وانتوا كذا. بالظبط. وانا عليكم ومش عارف ايه أيوة. هي دي الثقافه دلوقتي. هو مود يعني يمكن حتى طلع منها مود الراب والتراب، فكره اللي هو بيطلع يتكلم ان انا جامد جدا و بصوت اللي هيغنيها بقى بعد كده. ما اعرفش هو طلع من الثقافه دي ولا ما هو الراب طول عمره كده. صح. مش بالكثافه اللي عندنا. يعني عندنا مثلا تلاقي 90% كله كده. أيوة. و10% في ناس بتتكلم في حاجات طبيعيه زي البني ادمين بيتكلموا زي البني ادمين جدا. بس تحس انه النتيجه في النهايه ان الثقافه دي مسيطره. ده حقيقي. انه ده انا نمبر 1 انا مش عارف ايه. صح. انا كذا وانتوا كذا. صح. وما ينفعش اقول انا وبس، لازم اقول انا وانتوا تحت الجزمه. انتوا مش عارف ايه. بالزبط. انا احسن منكم بكتير قوي، انتوا مش شايفين يعني مش بس هقعد اقول ان انا بس، لا ده انا كمان ههينك هذلك. فتتخيل الناس تبتدي تكون انطباعات انه فلان ده بص النجاح، ده فلان ده ما حدش عوره، ندوس على وشهم، ده واحد صحيح من الاول للاخر. فيتخيل ان النماذج دي موجوده، هو مش عارف كل ده مزيف اصلا. صح. والراجل ده اكيد اتعور في وشه مليون مره عشان يوصل اللي هو فيه، سواء اللي هو فيه ده كان كويس ولا لا. فهو مش قابل بقى الفكره دي، فيبتدي سهل قوي ان انت تغري حد بالموضوع ده. فعلا. انت ايه يا معلم، ايه قصتك؟ انت لسه في بدايه حياتك، ما انجزتش اي شيء، لسه ما اكتسبتش اي خبرات وبتاع. نمبر 1 صح. جامد قوي. انت احسن من الناس دي كلها، انت احسن حاجه في العالم. بيع الفكره. سهل قوي ان حد يشتري الكلام ده. صح. طب ما انا فعلا. والقاعده ان انت على السوشيال ميديا، انت لو انت اسوأ حاجه في التاريخ لازم هتلاقي 2-3 اصحابك يقولوا لك يا معلم احنا ما شفناش كده، ده انت مش ممكن. مليون. صح. فان انت تسلم دماغك للناس هو دي. ده مفيش حد بيخش السوشيال ميديا يعمل اي حاجه وما بيلاقيش حد يقول له الله. مليون. صح. يعني كل الناس ليها الناس اللي قالت لها الله على اي حاجه. مفيش. ده في قتله ومجرمين كمان بنتكلم بقى على اعلى. ايوه فعلا. يعني ناس زي الولد اللي هو اللي قتل البنت دي اللي في الجامعه بالظبط. يعني اذا كنا وصلنا للمرحله دي، فانت معلم لو انت بتبيع حاجه ولا بتشتغل في بيزنس سيلز ولا بتعمل كونتنت ولا كده، مش هتلاقي حد يقول لك الله. هتلاقي طبعا مليون%. صح. انت بقى اللي هتسلم دماغك ازاي. صح. فصعب انه الناس تتقبل فكره
ان انت تقول لهم يا جماعه ميسي ما قفلش اللعبه، لانها صح. اجابه ممله يعني مش صح. لا صح. طب وبعدين. هو على فكره كمان تقفيله اللعبه في حد ذاتها ككونسبت ملل. يعني انت انا سمعت لك برضو كنت اون ستيج في بتتكلم في فكره تيدكس في تيدكس بتتكلم في فكره ان الملل في الكوره، وبتبتدي تجيب انا شايف ان فعلا هو لو اللعبه اتقفلت، يعني الناس عايزه تسعى لان اللعبه تتقفل، الناس نفسها دي اللعبه لو اتقفلت هي هتمل سكون. يعني هي الجميل فيها ان اللعبه ما بتتقفلش، هو كل الوقت اتسددت. بس هم بيقعدوا برضه فكره انت مش عارف الدايره المقفوله دي هي بدات فين. صح. هو انت عمال برضه كل يوم تبتزني وتقول لي ده كذا كده. ما هي المشكله كمان الاختيارات متطرفه جدا فعلا. يعني انا قبل كاس العالم متخاذل، بعديها قفلت اللعبه. طب هو يا جماعه مفيش اختيارات ثانيه؟ لا مفيش. وفي لحظه يعني متخاذل وبعيط وبتاع ومش عارف ايه. لعبت 7 ماتشات وخدت كاس العالم يا سيدي، اعظم 7 ماتشات في التاريخ. في النهايه 7 ماتشات انا بلعب قدهم 4 5 6 مرات كل موسم. بالظبط. صح. خدت كاس العالم بقيت قفلت اللعبه. الله، طب ما هو ما ينفعش الاختيارات برضو تبقى متطرفه كده فعلا. مشكله انه القصه ان هو الناس، بس هي دي سنه الكون، هي دي يعني ايه غريزه الانسان، ان هو عايز يوصل لحاله السكون دي، ان هو يبقى قاعد خلاص مش محتاج يعمل حاجه. فلما يقوم يعمل حاجه يعملها بعد ما كان زهق بمزاجه. صح. مش عشان فلان بيقول له لا خلاص كذا ولا كذا ولا انت ما حققتش ولا بتاع. لا انا هقوم انا اعمل بمزاجي، بس انا مش محتاج. احنا عايزين نوصل لمرحله نحصل على اعجاب الاخرين، تأييد الاخرين، وبعدين نكتشف ان مش كل الاخرين هيأيدونا وهيعجبوا بينا. صح. وان في ناس هتشكك فينا وهتقول لنا لا ده انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. فنرجع تاني نقول طب احنا عايزين نوصل لمرحله ان انا اقول لهم انا مش محتاج اصلا منكم حاجه، لا تأييد ولا رفض ولا اي حاجه. صح. صح. انا يوم ما هقوم اعمل حاجه اعملها بمزاجي. فهي لو تفكر فيها هتلاقي الموضوع كله عبثي. ده حقيقي. ده حقيقي. ان الخناقه دي كلها عبثيه. ده حقيقي. وخلتنا نشوف مشاهد في منتهى الغرابه، انه حد بيلام عشان هو مثلا وصل نهائي كاس العالم بس ما سجلش في النهائي. او حد تاني مثلا وصل وسجل زي جودزا مثلا. واخد بالك اللي هو جودزا اتعمل منه كذا وبتاع. طب وبعدين رحنا فين؟ هو نفسه انهار بسبب اللحظه دي. حكى بعدين انه انهار بسبب اللحظه دي. انت حطيت على اللحظه دي وزن ضخم جدا لدرجه ان انت بدلتها لي بالباقي كله. صح. انا من 2014 انا كجودزا ما لعبتش كوره. ده حقيقي. انتهى الموضوع. ايوه فعلا. خلاص انا جبت جول كاس العالم، خدت كاس العالم، انتهى الموضوع. خلصت لي الصوره والنيجاتيف بتاعها. صح. فالناس ما بتقدرش تتفهم انه ما فيش حاجه اسمها اللي انت بتدور عليه ده الخلاص، النهايه بالزبط. السكون بالزبط. ده مش موجود. هو ده مش حاجه بالزبط. هو الحياه حركه طول الوقت. فعلا. لو هي مش حركه كانت هتبقى ظالمه جدا، لانه معناها ان انت هتستك في المكان اللي انت فيه واللي فوق هيستك في المكان اللي هو فيه وهتفضل الدنيا كده مفيش حركه. صح. هما 3 حلقات بنزيما والكره العنصريه، وكان في حاجه اسمها اخر حلقه عن ميسي لما كان ماشي من برشلونه. دول اللي انا فاكرهم يعني. بتهيألي ما كتبناش حاجه تانية. دي كانت كل حلقه بقى مش لا حلقه بتاعت ميسي اتشتمت فيها. الحلقه الوحيده ما اتشتمتش فيها هي الكره العنصريه، عشان كانت بتتكلم عن حاجه ما ينفعش يعني الناس هيشتموك على ايه؟ ايوه يعني انت بتتكلم ان في عنصريه في الكوره، فمش هينفع حد يشتمك ويقول لك لا ما فيش عنصريه في الكوره. لا هو في عنصريه في الكوره. الناس حاسه بده عشان حاجه موافقه المزاج يعني. بس انما دي اتشتمت من الناس اللي بيشجعوا برشلونه، دي اتشتمت من الناس اللي بيشجعوا ريال مدريد عشان ما يبقاش حد زعل يعني. الشتيمه نجاح برضه. في ناس بتكرهك بمجرد ان انت تتنفس بس وتعرفها. بس انا مش بشوف الشتيمه نجاح يعني. مش بشوف. لا انا بهزر طبعا. انا اصلا بكره المقوله اللي هي بتاعت انه bad publicity is good. لانه دي برضو خلقت برضو جيل من العيال اللي هي كل ما تتشتم تحس ان هم حرقين ومشطشطين. لا ايوه وانتوا بتشتموني عشان عارف الكونسبت ده. بشتمك عشان حمار عادي. صح جدا يعني. صح جدا. ده حقيقي. لازم تبقى ناجح ومشطشط وحراق يعني عادي. ايوه صح. نروح بقى للفلوس. الفلوس ايه بقى؟ الفلوس في حياتك عامله ازاي؟ بتعمل معاها ايه؟ بتتعامل معاها ازاي؟ انا افشل واحد يعني في التعامل مع الفلوس. عظيم. يعني ما اقدرش اقول
مش عايز اقول ان ده بسبب طريقه تربيه او وراثه او كده، عشان برضه يعني ما بقاش برمي كل حاجه على القصه دي. بس انا فاشل جدا في قصه التحويش، فاشل جدا في المفاوضات، فاشل جدا في يعني ساعات بيحصل انه حد يكلمني مثلا يقول لي هو انت الحوار الفلاني ده وادوك كام بقى على كده، اقول له كذا، فيضحك فيقول لي انا مش بقول كده عشان ابين نفسي طيب مثلا او ان انا كده، بس عشان كمان في الفتره اللي انا اشتغلت فيها انا دخلت اصلا المجال متاخر. انا 2016 كان عندي 32 سنه مثلا او 31 سنه، فكان في حاجات وهو المجال سائل نفسه يعني في رينجات كتير وكده، ففي حاجات انت بتعملها كلها لاول مره وبتبقى عامل زي العيل الصغير بقى اللي هو فرحان ان في حد كلمك قال لك تعالى اعمل كذا، فبيقول لك طب كام، تقول له والله يعني اللي تشوفه كده وبتاع وبعدين تكتشف. ودايما عندي حته كده احراج من قصه ان انا اضطر لتقييم نفسي ماديا بقى او باي طريقه تانية. صح، انه حسيت كده ما احبش ان انا احط نفسي في الموقف ده. ليه؟ عشان جزء منه مش برضو تواضع كده، بس بشوف ان ده بيحط ضغط على الانسان. صح. ان انت جاي فانا بقول لك يا محمد هتعمل دي بكام، فانت هتقول لي والله انا سعري كذا، فانا لما هسمع سعري كذا دي هحط تخيل بالظبط، توقعات السعر ده قصاده كذا بالظبط. التخيل ده انت مالكش دعوه بيه، التخيل ده مبني على خبرتي انا. صح. انا شفت قبل كده حاجه اوحت لي انه السعر ده هيطلع كذا، فهتيجي انت تطلع اللي انت بتطلعه على طول، فهقول لك لا ده مش شبه اللي في دماغي اللي بالظبط. لا طب لا ما الفلوس كده مش الموضوع مش ظابط اكتر من اللي طلع. فانا بتكلم الاول في احنا هنعمل ايه الاول في تفاصيله وكده، وبعدين لو الاجر مناسب يعني مش مضايقني ماشي. صح. اوكي صح بالك. وفي حاجات بعملها اللي هم ما بتبقاش عشان الاجر، بيبقى مثلا انه في ناس شغاله معاك، فالناس دي انت برضو عايزها تطلع وتبان وتظهر وكده، وانا مثلا بأدي دور صغير في القصه، انا مثلا بعمل فويس اوفر بس او بقدم بس لا بكتب ولا بعمل ولا حاجه. بس بشكل عام يعني انا فاشل جدا في القصه دي، يعني بحس ان انا كان المفروض ابقى محوش يعني خلي بالك بس اقول لك على حاجه، هو دي السمه العامه لكل الناس اللي جيلنا والجيل اللي قبلنا، لان احنا برضو انا بحس ان في مشكله، احنا ما عندناش ثقافه ماليه، احنا ما بنتعلمش ده في المدارس، هو بيعلموناش في المدارس ازاي نستغل الفلوس اللي معانا. يعني انت معاك 10 جنيه مثلا وانت صغير، فانت هتقسمها تجيب بقى كده وتحوش كده، لا هو مفيش الكلام ده. فاحنا طلعنا يا اما انت مش هتاخد فلوس خالص، يا اما اول ما بتاخد فلوس تصرفها كلها، فخلاص بقى الموضوع طلع. المهارات في الحته دي اورجانيك يعني كلها متوقفه على الحته اللي انت فيها، باباك بيعمل ايه، مامتك اصحابك البيئه اللي بتاع مش عارف ايه، فشربتها من وانت صغير انها ما فيهاش مهارات مكتسبه. يعني مفيش حد بيجي كده محدش بيعلمك ده، يقول لك يا ابني اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، والمفروض الفلوس تتقسم كده وكده مش عارف ايه. صح. الناس دايما بتكلمك عن النتيجه فعلا، ان انت طب انت ما جبتش ليه ده، انت طب المفروض كان مثلا يبقى معاك فلوس اكتر تجيب كذا او تجيب الشقه دي او تجيب بالظبط. الناس عماله تكلمك عن النتائج، وفي مصر الناس بتتكلم في نتائج اللي هو بالملايين، يعني شقه ايوه عربيه مش عارف كل حاجه بقت بملايين دلوقتي، فانت بتقعد تقول لنفسك طب وانا هجيب الحاجات دي ازاي؟ ماشي اوكي انا عايز اجيب ده، بس هجيبه ازاي ولا مش عارف، اديني الطريقه. ايوه هي دي. انا مش قادر اتحكم في نفسي. انا طول الوقت ما بعرفش ارتب اولوياتي. مثلا الشهر ده والله يطلع لي حاجه كذا، امتى ازاي احدد ان لا ده ممكن يستنى، فانا هاخد الفلوس دي احطها في حاجه تانية مثلا دلوقتي. القصه دي بقى انا افشل واحد احنا اساسا طلعنا التحويش بالنسبه لنا متعب جدا. يعني انا كنت عندي المشكله دي، ان انا اي فلوس معايا انا شايف ان مهمتها انها تتصرف، كانها هتبوظ لو هي معايا، لو فضلت معايا يعني. فايه والله اللي هو ايه، انا دماغي بتبتدي تشتغل بشكل لا تلقائي على المبالغ اللي معايا دي، انا ممكن اعمل كذا بقى يعني او اعمل كذا ان يتبقى معاك حاجه بالظبط. يعني اللي هو لا طب ما انتوا شكلكم مستفز كده. ايوه انا هنزل اجيب ما عندناش فعلا مثلا دي. حد يقول لك كلمه مالهاش لازمه مثلا يعني والله مثلا والدتي مثلا تقول لي انا عايز اغير كذا او عايز اعمل، اقول لها يلا بينا يلا حالا يلا حالا لا استنى انا لسه بفكر في الموضوع كده لا ده بص انا رتبت كل حاجه يلا بينا دلوقتي فعلا تحس الاحساس ده وما بتعرفش توقف. انا الحاجه اللي
وصلت لها في الاخر قلت طب انا هشتري حاجات بس حاجات معمره. ايوه صح، يعني عايز اصرف استثمر فيها. اوكي اي فلوس تتجمع بقى هروح احطها اصول في حاجه. أيوة. حاجه تفضل معايا صح، وابقى اعرف ابيعها بعدين ايا كان. ايوه اللي هو اقدر يعني مش هعرف اتحكم في نفسي قوي كده، بس في نفس الوقت ابقى الفلوس ما بتروحش في حاجات صغيره اللي هي بالظبط ما بتجمعش حاجه في الاخر. سمعتك بقى بتتكلم في نقطه ليها علاقه بالفلوس مع اللعيبه، فكره اللعيبه بقى والفلوس والسؤال، وقلت انت مثال حلو جدا، فكره السؤال العادي اللي على القهوه تسال صاحبك لو معاك 10 مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ فان مفيش حد هيقول لك انا هقعد في الشركه بتاعتي اللي انا شغال فيها سنتين تاني عشان اخلي ال 10 مليون دول 11 مليون. الطبيعي ان انا هفتح حاجه تعيشني واقعد في البيت ما اشتغلش، ويبقى هو ده مفهوم الغنى او الاستغناء ده زي ما انت قلت بالظبط. وانا مقتنع بده جدا جدا، بس الفكره بقى هنا في البنش مارك او في الدماغ، انت سقف الارقام بالنسبه لك اصلا ايه؟ فانت مش هتعرف تحط نفسك مكان اللعيب اللي فضل حاجه ب 580 زي مثلا مبابي 500 من 580، انت بالنسبه لك ما فيهاش فرق. انا بالنسبه لي مثلا السقف بتاعي مليون جنيه، مضاعفات المليون ده انا مش سامعها، انت قلت لي مليون بس هو ده اللي انا عايز اوصله. مليون بقى بالنسبه لي زي 2 زي 10 زي 50 في الاول في الاخر. بص قصه برضو لعيبه الكوره هي قايمه على حاله متطرفه اصلا. ان انت يعني لعيبه الكوره لا يقاس عليها ليه؟ لان انت دلوقتي كمحمد او انا كلؤي، انت عايز ايه في الدنيا؟ انت عايز تفولفيل دورك كأب كزوج كابن بالظبط. اللي هو ايه؟ انا هوفر، انا في ناس بحبهم هم دول اللي انا عايش عشانهم، فانا عايز اوفر لهم الحاجات اللي هم محتاجين، احس بالامان، فانا يوم ما يجي اجل يعني اموت وانا مرتاح. فاهم. المفروض يعني طبعا انت ممكن توفر لهم هم يفرتكوا كل حاجه طبعا، بس اللي هو ايه؟ انا عملت خلاص فانا تمام، لان هو ده الدور بتاع الراجل، ان هو يوفر ويجيب ويريح الناس اللي حواليه وبتاع، وهو ده اللي بيعمله كل يوم، ان هو بيشتغل وبيطلع يحتك بالعالم وكده عشان الناس دي ما تضطرش تعمل كده. صح. جميل. فانت بتفكر ان انا عايز اوصل، بتتخيل مثلا ان انا كمحمد عايز لما يبقى عندي 40 سنه ابقى هنا، عايز لما يبقى عندي 50 سنه ابقى هنا، عايز كذا عايز كذا عايز كذا. لاعب كره القدم بناء على عمليه سelection ودي سelection تصفيه قاسيه جدا وهو صغير، اللي بيوصل منهم بيحرم من هذه العمليه. انه ما بيفكرش، هو خلاص مجرد ما مضى اول عقد خلاص هو بقى مليونير. انتهت القصه، هو انتقل من، حتى انا فاكر كنت كاتب تقرير عن الفرق بين العيال اللي في فريق الرديف اللي هو تحت 23 سنه وبين المرحله اللي بعديها على طول اللي هو انا مضيت اول عقد، اللي هو اول عقد ده بيبقى 5 سنين. ايوه ماشي. فانا النهارده عندي 22 سنه في البريمير ليج، حتى انا عندي 22 سنه النهارده باخد كام؟ باخد 300 باوند في الاسبوع. اللي هو بوكيت ماني النادي بيديهولي. يعني 1200 باوند في الشهر. اللي هو ربع متوسط الدخل في انجلترا. يعني بمعايير انجلترا انا فقير. ايوه ماشي. طب بكره الصبح مضيت عقد، اقل عقد انا مضيته بكام؟ اقل عقد في البريمير ليج ب 25000 باوند في الاسبوع. طب من 300 ايوه ل 25000. الشيفت ده انا اتحرمت من المرحله اللي ما بين ده وده. صح. وفي نفس الوقت انا انا كلاعب مش حاسس ان ده مشكله. ليه؟ لان انا اصلا انا فضلت اتصفى فاللي وصل في الاخر 10%، فانا عندي احساس ان انا استحق كل اللي هيحصل بعد كده. انا بتعوض عن حاجات وما فيش مشكله، ممكن تكون تستحقه بس انت ما مرتش بالمرحله اللي هي الاستراجل ده اللي هو الصراع ده. صح. انه انا رايح وجاي وخدت خطوتين لورا وبعدين خطوه لقدام وبعدين رحت حته ثانيه وكذا وكذا. والحاات اللي حصلت معاك واللي حصلت معايا وحصلت مع ناس كتير. صح. فانا بوصل لمرحله متطرفه جدا ان انا عندي 21 22 23 سنه. الخوف اللي عند 99% من الناس اللي على الكوكب مش عندي. ومعنى الحياه بالنسبه لي اختلف مليون المية. فبينتج بقى ايه؟ نماذج متطرفه، خاصه لو انا نجم بقى كبير طبعا. زي مبابي. نماذج انه انا بالنسبه لي خلاص انا اتعودت على ده، الفلوس نفسها كارقام ما بقتش تفرق معايا. انا عايز الرقم عشان الرقم ده سيعني ارث ليجاسي. انه انا مبابي انا كنت اعلى لعيب العالم اجرا. التايتلز بقى اللي الالقاب اللي انت عمال ايه تحطها ده، عارف زي ما مكانتي بسعري بالظبط. يكون حد معاه فلوس كتير وبعدين يقوم يقول لك يعني افتح شركه عشان يبقى رئيس مجلس اداره. ايوه بالظبط. اللي هو ممكن ما يكونش اصلا مهتم بس هو عايز يتقال انه
عمل الاتشيفمنت ده لانه اتحرم من الفتره اللي هو بيوصل فيها للكلام ده بالظبط. فهو لعيب الكرة بيبقى عنده هذه الحالة المتطرفة انه اما بيخلق وحش بقى يعني بيقعد بقى يدور على الحاجات التانية والاهداف. طب ايه بقى اللي مستحيل ويلا بينا نحققه طبعا. اوكي صح. او بيخلق بقى اللي انا بشوفه بقى الشخص الطبيعي اللي هو الناس اللي هي بتيجي عند اللحظه دي بتقول طب ماشي، طب ما انا معايا فلوس ماشي، انا مش من اغنى اغنياء العالم بس انا غني وممكن اقعد بقيه حياتي ما اشتغلش وبس اشغل فلوسي دي وخلاص. فعلا. ده بقى الفرق مثلا بين واحد زي مبابي وواحد زي حاتم بن عرفه. حاتم بن عرفه مثلا كان في جيل في بنزيما، في سمير النصري، في جيرمي مينيز، العيال كلها راحت في الوباء باستثناء بنزيما. ايوه ماشي نفد. الناس كانت بتحكي عنه انه هذه اللامبالاه والفكره انه لا انا هنزل ملعب اعمل اللي انا عايزه ولا هتقول لي اجري وارجع دافع وبتاع، لا فاكس الكلام ده وانا هتحمل مسؤوليه الكلام ده. فاهم. هفضل اتنطط من نادي لنادي لنادي، مش هكمل سنتين في اي حته، مش هتحمل مسؤوليه الكلام ده وفي الاخر هدفع ثمن الكلام ده. ليه؟ لان انا اصلا لما طلعت من فرنسا بعد 4 سنين مع ليون ومش عارف 3 سنين مع مارسيليا وبتاع كنت وصلت لحاله الامان دي. فانا بالنسبه لي دلوقتي الكوره بقت مزاج. بالظبط. بقت انا عايز اعمل ده بالنسبه لي مفهوم اكتر، يعني مش هقول صح وغلط بس ده مفهوم اكتر بشريا من النموذج الثاني بقى اللي هو انا هفضل اعمل فلوس للا شيء. بالظبط. ده بيقول لي انا ان انت عندك مشكله، انت عندك في حاجه، في فراغ انت بتحاول تملاه والفراغ ده ما بيخلصش. فاهم قصدي؟ فاهم طبعا. فالقصه انه بتحس انه الفلوس في الاخر هي اداه. صح. لانه انا كلؤي مثلا انا امتى عرفت ان انا مثلا عايز اعمل ده مش عايز اعمل ده؟ لما كنت بروح الشغل بيبقى عندي وقت فراغ بعد الشغل وانا مش حاسس بالرضا. يعني ما بروحش الشغل وارجع حاسس ان انا راضي عن اللي انا عملته في الشغل ده او ان انا كده انا تمام. عظيم. واخد بالك؟ فبرجع بتامل وبفكر، مش انه بتامل يعني بجيب بتاع حصيله واقعد بس حاجه بتحصل وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون وانت فاتح التليفون وانت بتقعد طب هو انا مين؟ انا عايز ايه؟ انا ايه اللي بحبه؟ ايه اللي ما بحبوش؟ صح. طب كذا طب كذا طب كذا. فبتفتكر انه ده وانا مراهق كنت بكتب كده مقالات في قسم القراء بتاع فيسبول ودي كانت من اسعد لحظات حياتي. ايوه. طب ما اشوف الموضوع ده، طب ما ارجع اتابع تاني اكتر وكده ومش عارف ايه. بالظبط. فانا بحس انه برضه رجاله كتير نتيجه لظروف العالم هنا وبره بيحرموا من العمليه دي. طبعا. فكره ان انا هقعد، انت ما عندكش كراجل ما عندكش رفاهيه ان انت تقعد وتقول هو انا عايز اعمل ايه. هي دي مشكله. انا بحس ان فعلا في مشكله في فكره ان الناس في ناس كتيره مش بتقعد مع نفسها. يعني الحته اللي انت قلتها دي بالظبط كده هي دي مشكله. ان انا في ناس مش في دماغها الموضوع ده، هو ماشي في الحياه بس ما بيقعدش مع نفسه كده يبتدي يقول انا فين وانا عايز ايه وانا مش عايز ايه. رفاهيات. لان انت طول الوقت بتجري ورا بالظبط اساسيات. صح. انا عايز اسكن الاول واكل واشرب واتجوز وبعد كده بقى نشوف بقى انا عايز اعمل ايه وبتاع. ده رفاهيه. لا طبعا ده الاساسيات دي ما بتخلصش بقى خلاص فانت ما بتشوفش مش بنخلص. بس لو انت جات لك فرصه ان انت خلاص الحاجات دي خلصت، لا على الاقل وقف. صح. يعني خد وقفه لقيت بعديها ان هو ده اللي انت عايز تعمله كمل فيه خلاص وخلي بقى 580 و900 ومليار وكل حاجه عيش حياتك ما دام ده اللي هيرضيك. بس هتوقف لحظه وتقول طب اوكي ماشي انا وصلت انا قطعت المشوار ده طلعت الجبل ده، مش هقف شويه على الجبل ابص بصه صح. اقعد مع نفسي شويه قبل ما اقول لا انا هروح اطلع بقى الجبل اللي اعلى منه او هنزل تاني او كده. مش هقف شويه انا تعبت قوي لغايه ما وصلت للمرحله دي. حتى كلاعب كوره رغم انها حصلت بسرعه حصلت في سن مبكره. أيوة. بس انا عشت كميه ضغط نفسي وذهني غير عادي. في ناس بتعيش حياتها ما بتعيشوش. بالظبط. قعدت فتره مهدد حاسس ان انا الاحتمالات اللي قدامي متطرفه جدا. اما هبقى لعيب كوره محترف او هروح مع اللي راح. بالظبط. بس وانا عندي بقى 23 سنه ابتدي بقى اتعلم حاجه جديده وشغلانه جديده واروح بقى ابتدي حياتي من الصفر وكأن ال 23 سنه اللي فاتت دول انا ما عملتش فيهم حاجه. أيوة. فلازم توقف لحظه وتفكر هو ده اللي انت محروم منه وتوقف لحظه وتشوف انت مين، مش انت محتاج ايه بس اللي هو دلوقتي عشان اوفي الاحتياجات. صح جدا. لو جات لك الفرصه لازم تنتهزها فعلا. لانها نادره جدا. ايوه فعلا. مين بيجي له الفرصه دي ان هو يجي في لحظه كده ويقول طب انا مش راضي 100% بس تمام عندي وقت اقدر اريح شويه اقدر اخد نفسي. بالظبط. فلو ما خدتش نفسك في اللحظه دي عمرك هتندم. عمرك ما هتحس ان انت بعد كده ايا كان اللي هتعمله هتبقى بتعمله بروح مختلفه. هتبقى بتعمله انه لا انا قعدت وفكرت وهو ده اللي انا عايز اعمله. في كونسبت كده انا هستاذنك بس اخد طبعا شاي عملاقه. طبعا احنا برضو علشان تبقى الامور
طيب خلينا اقول لك ان في كونسبت كده مش موجود عندنا في مصر او نادرا قوي، يعني فكره التقاعد. يعني انا حاطط سن للتقاعد، وانا بشوف ده بره في ان هو بيحوش عمره كله عشان الكام سنة، علشان لما هيتقاعد هيعمل رحله معينه يلف بيها العالم هو محددها. لا ومحددها اجيب يخت واقعد في واجيب والف بقى، فاهم؟ انا هروح المالديف شويه والاسكا ومش عارف ايه، ودي اسمها رحله انهاء الحياه، هو بيروح بقى يلف العالم وكده. ده مش كونسبت اعتقد موجود عندنا. احنا عندنا كونسبت انا هبدا شغل هخلص هتقاعد لما اموت، يعني انا شغال طول الوقت اخلص شغل لما ابقى مش قادر اشتغل بالظبط، اللي هو انا صحتي مش جايباني فعلا. اوكي طيب خليني بقى نروح لحته كده عايز اسالك فيها. اتعرض عليك قبل كده نتورك ماركتنج؟ اللي هو ايه، اتنين ويجيبوا اتنين والشجر اتعرض عليا مره الكلام ده بعد 2011 بعد الثوره على طول. هي كان ذروتها فعلا. دي الذروه. كان في ناس انا اتعرفت عليهم هناك كانوا شباب برضو بيبتدوا حياتهم، مش بلومهم يعني. بس انت عارف الموضوع ده كان واكل مع ناس كتير. لا انا حد اشتغلت فتره كبيره في النتورك ماركتنج، خدت سنين يعني. ورأيي فيها على فكره انها عظيمه، يعني كتعليم، كترتيب دماغ، كفكر، كحاجات كتير بصراحه. يعني اتعلمت منها حاجات كتيره جدا جدا. اعتقد المشكله في الاشخاص مش في الصناعه نفسها. بص انا 90% من نظرتي السلبيه عن النتورك سببها محمود. هو طول الوقت كل 5 دقايق بيلاقي بوست ولازم يلف البوست انه كانت ازمه يجي حته اللي هو يرمي فيها الافيه بتاع 3 ويجيبوا 3. كانت ازمه بيني وبينه، لان انا كنت ببقى شغال في النتورك مؤمن جدا وشغال وانا شايفها بشكل عميق، وهو بيخش يبهدل لي الدنيا في البيت اللي هو يا عم. انا استعرت الافيه ده في واحده من الحلقات، مش عارف كنت بقول ايه وكده، وقلت وقمت قايل نفس الجمله، قلت انه ريفرنس الافيه الشهير بتاع محمود، انه اي حاجه هتوصل في الاخر ان انت هتجيب 3 والثلاثه كل واحده ايوه بالظبط. بس انا فعليا يعني ما عنديش سبب ان انا افكر في الموضوع بشكل سلبي، غير انه بعض الاخبار اللي طلعت انه في بعض الناس كانت بتنصب وكانت بكذا او طبعا اللي هو شيء برضو بيحصل في حاجات كتير يعني. بس انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه هي مشكله النتورك ماركتنج الحقيقيه. ما اعرفش في الفكره في البيزنس موديل ما اعرفش. او انا كواحد اشتغلت فيها سنين يعني فعلا المشكله في الاشخاص، بس انت محتاج طول الوقت تتحمل السمعه اللي على الصناعه. يعني انت ممكن تبقى شغال صح وتمام ومفيش اي مشكله وبتكسب فلوس ومعاك تيمات وكله ماشي كويس جدا، بس السمعه طول الوقت ان انت في النتورك ماركتنج شجر وشمال، فاهم؟ بالظبط. فدي كانت بس انا حبيت اسالك عن ده ليه؟ عشان ربطها بفكره اللي انت اتكلمت فيها من شويه، فكره لعيب الكوره برضو، الشيفت اللي مره واحده بيمضي عقد فهو تحول. دي في النتورك ماركت اسمها بقى اللي يقول لك ايه، الثراء السريع، اللي هو حلم انك في سنه تتحول من ما معكش فلوس خالص لمليونير. دي كانت حاجه من الحاجات اللي طلعت سمعه وحشه اصلا على ان هو مفيش حاجه اسمها كده. الثراء السريع دايما مشبوه بالظبط، مفيش حاجه اسمها كده. فانت شايف ان في فعلا ازمه بتحصل للناس اللي بيحصل لها ثراء سريع؟ يعني الثراء السريع احيانا بيبقى ازمه تسبب مشكله. يعني احنا شفنا نجوم كتير على مستوى العالم مثلا لان اتشهروا وهم في سن صغير ما كانوش مستعدين لده نفسيا مراهقين وكده. بالظبط، فراحوا متبهدلين بقى. بص نفس الفكره برضو بتاعت ختم اللعب، اللي هي المقولات المطلقه، انه في حاجه بتتقال وبيطلع عليها سمعه وحشه لسبب وجيه وقت ما طلعت السمعه دي، وبعدين السبب ده بيبتدي يروح كده، ما بيبقاش باين، يبتدي يبقى في الخلفيه. فيتبقى ايه الحاجه السهله البسيطه اللي الناس قادره تفتكرها، الثراء السريع. بالظبط. فمع الوقت تبتدي الناس تعادي الثراء السريع لكونه ثراء سريع، لانها نسيت هو احنا اصلا كنا بنعاديه ليه. ايوه واخد بالك؟ ايوه فعلا. بس المشكله انا في رايي مش في الثراء السريع، لانه الثراء السريع ممكن يجي لك بعد 10 سنين محاولات. واخد بالك؟ صح. وحاجه تظبط معاك. صح. فانت كشخص تبقى قادر تقدر اللحظه دي. برضو نفس الفكره كنا لسه النقطه دي عظيمه جدا. برضو لسه كنا بنتكلم عنها، ان انت قادر تقدر اللحظه دي، قادر تبص وتشوف انه ده نتيجه البهدله. صح. ده نتيجه انه كذا، انا كل الصح والغلط اللي عملته ده وصلني للحظه دي. صح. وده مش ما حصلش كذا وكذا. في نسبه حظ، في نسبه عشوائيه، في نسبه صدف في البيزنس قطعا. انا كنت لسه بقول انه من الوقاحه ان انت
يدعي انه اي شخص ناجح ان هو يدعي ان هو وصل لده بدراعه، او انه كان عارف هو بيعمل ايه بالظبط. يعني وان الدنيا محسوبه وبتاع مش عارف ايه. هو احد امراض السوشيال ميديا برضو الجديده انه الناس طول الوقت عايزه تاخد كريدت وخلاص، حتى احيانا حاجات ما عملوهاش اصلا. طبعا صح بالك؟ صح جدا. بس الفكره ان انت قادر تقدر اللحظه دي. المشكله انا في وجهه نظري ايه، مش الثراء السريع. كان في فيلم اعتقد كان امريكاني كان معمول عن وول ستريت. طبعا كان في تشارلي شين، ولو انا فاكر صح انا مش فاكر حتى اسم الفيلم. تشارلي شين كان بيشتغل مضارب في البورصه وكان معاه مايكل دوغلاس. ايه وول ستريت بالظبط. كان معاه مايكل دوغلاس وكيرك دوغلاس اعتقد. مايكل دوغلاس. المشهد ده الفيلم ده في اخره في مشهد عظيم جدا لا يقدر ابدا حق قدره، انه الولد ده بيروح يضارب وبتاع ومش عارف ايه وكده، وبعدين بيقابل تقريبا مايكل دوغلاس هو بيبقى الشرير بتاع الفيلم. أيوة. وبيضحك عليه وبيخسره كل فلوسه في الاخر في لحظه. فبيرجع لجده تقريبا او حد عجوز حد حكيم يعني في الفيلم، فبيقول له جمله عظيمه جدا ما خدتش حقها من الاشاده، لان هي ببساطه بتهدم الفكره بتاعت او بتنقض فكره سوق كبير جدا في الرأسمالية الحالية. طبعا قالوا انتوا ما بتعملوش حاجه، انتوا ما بتصنعوش حاجه، ما بتطلعوش منتج، انتوا ما بتزرعوش ارض، انتوا ما بتعلموش حد، انتوا عمالين تحركوا فلوس من حته لحته وبتعملوا فلوس. انا في رايي بقى هي دي المشكله، ان انت تعمل فلوس من شيء ما بيضيفش حاجه، ما بيقدمش قيمه. هتبقى مشكلتك انت الاول. يعني دايما القصه دي بتتصور ان مثلا انا مثلا ايه طالع بقول اي كلام، بس الاي كلام ده عاجب الناس. فبقيت مشهور وبتاع وعمال اعمل اعلانات وفلوس عماله تترمى عليا وبتاع، فانت جيت قلت لي انت ايه اللي بتعمله ده اي كلام. فما تبقاش ساعتها ما تبقاش مشكلتي انا معاك ان انت بتفضحني او ان انت بتعريني او بتنتقدني او بتقلل. انا اصلا عندي شك بالظبط، انا اصلا عندي جوايا لانه حتى لو انا ضحكت على الناس كلها انا مش هضحك على نفسي. انا عارف اللي انا بعمله ده اي كلام. وفي اللحظه دي انا عمري ما احس بالتحقق انه انا مثلا بعمل مثلا فيديوهات بتجيب تخلف العيال الصغيره زي ما في ناس كتير بتعمل، او انا مثلا باخد التهريج والخلاعه مثلا بتحصل على تيك توك وبقالي 5 سنين بنتقد الموضوع. اجيب الفيديوهات واقول يا جماعه شوفوا الناس اللي ما عندهاش اخلاق على تيك توك بتعمل ايه، مش معقول احنا وصلنا لايه وبتاع. طب خلاص يا معلم انا ما كنتش عارف ان الحاجات دي موجوده اصلا. ايوه يعني الرساله وصلت مش 5 سنين تشهرهم. وانت الناس دي ما كنتش اعرفها اصلا وانت بتروح تدور عليها بالملقاط وتجيبها لي. ما بتفرجش على الناس دي. فانا دايما هبقى حاسس ان في حاجه جوايا، بس المشكله انه بعض الناس بقى بتستسيغ الموضوع ده. طبعا ومع الوقت خلاص ان هو ده تعمل له منطق. فانا بعتقد ان هي دي المشكله الرئيسيه، ان انت مش ان انت تتحقق ثراء سريع، لانه ممكن اللي بيحقق ثراء سريع ده انت ما تعرفش حياته فيها ايه، ما تعرفش قبل كده مر بايه وعانى قد ايه واتبهدل قد ايه وجرب كام مره وكل الكلام ده. بس ان انت بتحقق ثراء ضخم، احنا بنتكلم على الثراء مش الفلوس. طبعا ثراء من شيء انت مش حاسس ان انت اضفت فيه حاجه، مش حاسس ان انت تعبت فيه. ده بيأذيك انت اول واحد. 1,000,000%. عندي مشكله في استحقاق الحاجات اللي انا باخدها دي، ان انا ما استحقهاش. ساعتها بقى لازم تكون مريض، عشان لازم تكون نرجسي. أيوة. عشان تحس انه لا انا اي حاجه جايه لي انا استحقها. بالظبط، لان انا بستحق اي حاجه عشان انا حلو. أيوة. عشان انا لؤي، انا جميل جدا، واصحابي بيحبوني وابويا وامي بيدعوا لي وكده، فانا ايه عشان انا كده. فهمتك جدا. فاي حاجه هتجيلي، اي فلوس هتجيلي، اي شغل، اي اشاده، تمام. مش هفكر. أيوة. هفكر مرتين. صح. اللي هو اي حد هيجي مثلا واحد يقول لي لؤي تعالى اعمل لي عمليه زايده وخد 2 مليون جنيه، هقول له تعالى يا حبيبي اعمل. ايوه. طب انا مش هعرف اموتك، هو اللي قال بالظبط. خلاص. اللي هي الفكره دي، ان انا انزع المسؤوليه عن نفسي، ان انا اعمل حاجه ما فيهاش، انا عارف كويس ان ما فيهاش اي فايده وما فيهاش اي قيمه، ما بتعبرش عن اي حاجه. يعني أيوة. مثلا لا تلهم حتى الناس ان انا مثلا يا سيدي انا بعمل فيلم كوميدي، ماشي، في هدف، فانا مثلا هتقن الفيلم ده، هطلعه بيضحك جدا بالزبط. جدا، حتى التفاهه هبقى شاطر فيها قوي. بالظبط. خد بالك، فبقى منتج. فبقت الناس تقول عايز بص الفيلم ده ضحكت وبتاع ده كذا، بص الراجل كاتب والافيه ده بص جاي ازاي ومظبوط وفي وقته ومش عارف ايه. فانت دلوقتي اديت للناس انه دي حاجه متقنه، انه لو عملت حاجه متقنه هتطلع حاجه حلوه. خد بالك. فهم دلوقتي ايه، وصلت لهم فكره، لو انا ما بعملش ده وبحقق ثراء
انا اللي هيبقى عندي هيبقى عندك مشكله، صح. مش بس الناس اللي بتنتقدني، انا بنشغل بالناس اللي بتنتقدني عشان اشتت نفسي عن المشكله اللي عندي جوه. صح. ان انا في حرب طول الوقت مع دول اللي هم حاقدين او ابيضه او مأجورين او كذا، وممكن فعلا يكونوا كده ممكن لا. بس انا بشتت نفسي عن القصه دي بان انا ما اقفش قدام نفسي واسال نفسي هو انا عايز ابقى غني بالطريقه دي؟ كلنا بنضطر نعمل حاجات مش راضيين عنها، ما بنحبهاش، لا تناسب قناعاتنا، عشان نشتغل وعشان نوفي احتياجاتنا الاساسيه. صح. بس تو ما وصلنا مرحله الثراء مش صح صح صح. انت مش مجبر. ما ينفعش تقول مش تجبر على حاجه، مضطر. انا مرتبي 100,000 جنيه في الشهر بس انا مش متاكد والله يعني اللي انا بعمله ده كويس ولا لا. فانا بس انا مضطر هعمل ايه؟ بالظبط يعني اللي هو لا خلاص بقى بالزبط. يعني ده متوقف بقى على الوازع عندك قد ايه. صح جدا. فبحس هي دي المشكله، مش قصه الثراء السريع، قصه القيمه. انه القيمه الوحيده دلوقتي بقت هي لفت الانتباه. ان انت هتنزل على السوشيال ميديا هتجيب قد كده فولورز، هتجيب قد كده فيوز، بتجيبهم ازاي مش قصتي، المهم انه الناس رايحه عليك، لان هي دي القيمه بقت عند اللي بيعلن. بالظبط. هو السوشيال ميديا حولت ايه؟ ان انا دلوقتي بعلن عن المنتج ده، انت طالع بتعمل اكس على الفيديو، ماليش دعوه. صح. لانه اصلا مش انا اللي بعمل العمليه، انا بروح ليوتيوب بقول له معلم انا عايز اعلن عنك، عايز اعمل حمله ده. هو يوتيوب بقى بيروح يشوف الديموغرافيا بتاعه الجمهور المستهدف بتاعه. انا عايز الناس من سن كذا لكذا، اريا كذا، ذكور او اناث، مش عارف ايه اهتماماتهم كذا 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 كذا. بالظبط. هروح بقى الزقه على اي حاجه فعلا. انا اصلا ما بشوفش هو بيلزقوا على ايه. ايوه ده حقيقي. فبالتالي بقت القيمه الوحيده عندي انا كحد بيدفع فلوس، حد عايز يعمل اعلانات، حد عنده راس مال، هي انت بتجيب فيوز قد ايه. بالظبط. بتجيبها زي مش قصتي. فبقى بالتالي عند الناس اللي بتصنع الكونتنت بقت القيمه هي انا بجيب فيوز قد ايه، هو ده اللي هيجيب لي فلوس. حقيقي. بس مش مهم فالقصه دي بتجيب فلوس بس مزيفه. اكيد. فاهم. دي تاخدنا لنقطه ما ينفعش ما ننهيش بيها، او ما ينفعش تكون ما تكلمناش فيها، وهي ان السعوديه عايزه ريتش. يعني ده سؤال ولا طبعا عايزه ايه؟ ريتش. يعني هقول لك حاجه، هو مش نفس الكلام اتقال في تجربه باريس؟ صح. يعني اللي هو حرفيا بقى وانتوا رايحين كنا احنا راجعين حرفيا. ايوه ده هو نيمار طلع من باريس على السعوديه. صح. خلاص صح جدا. طيب ماشي، ماذا انجزنا؟ واللي بستغرب له ان هتلاقي تعليقات بتقول لك ايه يا اخي انت ليه حاقد؟ انت مش عايز الكذا، مش عايز يبقى زي البريمير ليج. طب فبتبقى انت قاعد اللي هو عايز تضرب نفسك بالرصاص. ايوه. البريمير ليج موجود. هو احنا ليه بنتخيل ان البريمير ليج ده حاجه خياليه؟ البريمير ليج نفسه موجود فعلا. اوكي، وبيكسب من البث بس 11 مليار باوند في السنه. ورغم كده هو مش قادر يوفر ربع المرتبات اللي انت بتدفعها. صح. فانت لو بقيت بريمير ليج بكره والبريمير ليج بقى الدوري السعودي ستيل مش هتعرف تدفع اللي انت بتدفعه دلوقتي. بالظبط. يعني هي القصه مش ان انت تبقى بريمير ليج، بالظبط، اعتبر ان انت بقيت وخلاص. ايوه. وال 11 مليار باوند دول بقى بيدخلوا لك، بيجوا لك نفس القصه، مش هتبقى فماشي خلينا بقى نسمي الامور بمسمياتها. انا عايز اعمل فرقعه بالظبط خلاص، وعايز الناس تيجي وتشوف. وده كونسبت السعوديه بدات فيه من موسم الرياض، من الحاجات دي كلها بدات. الفكره بقى في ايه؟ ان الخناقه كلها مفتعله، لان انا شخصيا ما عنديش مشكله مع ده. ماشي فعلا. انت عايز تعمل فرقعه عشان الناس تيجي تشوف انت بتعمل ايه. عظيم. وانت بتعمل مشاريع وتطوير ومواني وكذا وكذا، وده شيء عظيم. جميل. أوكي؟ صح. نقول بقى ان احنا بنعمل ده عشان ده. صح ماشي؟ صح جدا. هم طبعا المسؤولين عمره ما هيقول كده، ومش مطلوب منه انه يقول كده. صح. بس انا بتكلم احنا بقى احنا بنتناقش مع بعض، خلاص نبقى عارفين انه الاند جيم هنا من التعاقدات الضخمه في الدوري. ماشي، هو الريتش، ان انا اتشاف، ان انا اتعرف، ان انا كذا. ممكن انا بقى اكون تحت ببهدل الدنيا، جايب مدربين وبرامج تعليم وتطوير ناشئين واحتكاك خارجي وكذا وكذا وكذا، عظيم. بس اللي فوق ده انا عامله عشان كده. فاهمك. مش عامله عشان انا ابقى البريمير ليج في يوم من الايام. بالظبط. صح. مش هيحصل يعني، مش هيبقى بالطريقه دي، واخد بالك؟ لانه ده شيء لم يضف، دي قيمه مؤقته. وانت راجل بتاع بيزنس وعارف ان انا دي اصل ما اقدرش اقول ان رونالدو اصل. أيوة. او كذا او بتاع انه قاعد معايا. لا هو هيروج. هو رونالدو ده كان شيك الضمان بتاعي، وتول دعائيه قويه بالنسبه لك، كان شيك الضمان بتاعي. صح. ان انا جبت رونالدو اديته فلوس، هو وافق، لم عليك. رونالدو معاه جيستي فوت، معاه جورج مندش، معاه ناس هتمسك العقود دي تفليها. مفيش ثغرات، انا الفلوس دي هاخدها فعلا، الدنيا تمام. الموضوع ده الشروط كلها بتاعه العقد متماشيه مع معايير الرعاه والمعلنين بتوعي، مش هضطر اتخلى عن عقود تانية عشان القصه دي. صح. تمام على البركه. فلما رونالدو
وافق، فبقى كانتي وماني مش عارف ايه وبتاع، حاسس انه ارقام الخياليه اللي هو لا ده حقيقي، ده بيحصل، ده الراجل راح وخد، واخد بالك؟ فده مش ستانت يعني، ده حاجه بتحصل فعلا. صح. فيلا بينا نروح نشوف ايه اللي بيحصل هناك وخلاص. ده كان شيء زي ما انت بتروح كده تاخد كارد فعندك ضمان، هو ده ضمان. رونالدو فعلا اشطر واحد في القصه دي، انا جبت لك تجربه أشطر واحد مع اعلى حد. فانا لو اقنعت اشطر واحد اللي بيعمل اكتر فلوس، اللي عنده اكتر براندنج، اللي عنده اكتر فولورز، يبقى بعد كده اقدر اقنع اي حد. صح. واعتقد كمان رونالدو كان مبرر للعيبه انها تروح، يعني هو اللعيب نفسه كان محتاج مبرر الجمهور يشوفه انه ايه اللي وداك من هنا لهنا، الدوري الاسباني للدوري السعودي. بالظبط. فحاسس ان هي السؤال ده اتساله رونالدو في الاول وخلاص وتجاوب عليه، والناس اللي بعديه خدته مبرر. سيبك من اجابات رونالدو، رونالدو دايما هيلاقي طريقه يزوق بيها الموضوع. طبعا انه انا جيت كذا وانتوا مش عارف ايه وبتاع، والناس كلها جت عشان رونالدو. اوكي، طب ما هو رونالدو راح ليه؟ بالظبط. طب ماشي، انتوا كلكم جيتوا عشان رونالدو. هي دي الفكره. رونالدو راح ليه؟ صح. راح عشان هياخد فلوس اكتر، مش عشان بروجكت ويساعد في ان يبقى في حاجه عظيمه في الاساس الاول. ولا ميسي يعني عشان الناس ما تفتكرش الكلام ده موجه ضد رونالدو. لا، رونالدو ولا ميسي في الظروف العاديه. لا، هي الناس هتفتكر ان انت يعني خلينا هيهتم ان الكره تتطور في السعوديه، او مثلا انه هيروح الاكوادور عشان يطور الكره هناك، او عندهم مشروع. لا، هو انا جاي يا معلم اخد البتاع كل بقى الكلام ده. اوكي، انت بقى اخلق حوالين القصه دي السرديه اللي انت عايزها. بالظبط. هو عارف نفسه هو رايح اصلا علشان انا هيستخدموني في كذا. بالظبط كده. وانا بقى ككانتي وكماني لو جم قالوا لي والله يا معلم انت بتاخد كام في تشيلسي، قلت لهم والله 8 مليون ولا 10 مليون، قالوا لي طب احنا هنديك 4 بس او 8 زيهم بس تيجي تلعب في السعوديه. فاقول لهم طب ليه يعني؟ طب العب في اوروبا. هيقولوا لي عشان رونالدو هنا. هقول لهم طب ماشي، ربنا يوفقه. صح. يعني هعمل له ايه؟ صح. طب خلاص، يعني انا هستفيد ايه بان رونالدو؟ فهي قصه انا بصرف فلوس عشان انا اتشاف. مفيش مشكله في ده من حيث المبدا. اوكي، المشكله بقى ان المشجعين والناس اللي بتاخدهم النزاعات الوطنيه والقوميه بيحاولوا يبرروا ده او يفسروه تفسير تاني. اوكي يا معلم، انت بتدفع فلوس عشان تتشاف، حقك، بس نقطه، مش محتاجين نقول حاجه تانية. فهمتك جدا. انا ما تضحكش عليا يعني، ما تقوليش تفسير غير التفسير بس. مش يعني احنا مش هينفع نخلص كلام يعني لان انا عندي حاجات كتير جدا عايز اتكلم معاك فيها فعلا. يعني اتمنى نكون كنا خفاف على الناس، يا رب. اتمنى انا يعني اكون كنت خفيف على الناس. انت طبعا الناس بتعشقك وانا واحد منهم. كنت عايز اسالك على، بس مش هسال، بس يعني انا هسال السؤال واسكت ونقفل مثلا. تمام. كنا لسه هنحكي بقى في قصه الدوري المصري. يعني هل احنا متضايقين من السعوديه علشان هي بدات تبقى بتاخد الصوره من فكره ان احنا طول الوقت احنا كنا شايفين ان الدوري المصري ده دوري ليه قيمه، واحنا كمنتخب مصر والحاجات دي في العرب عموما، يعني احنا برضو في مقارنات افريقيه وفي مقارنات عربيه في المنطقه. مش عارف نجاوب ولا ما نجاوبش يا محمود؟ يعني شايف ايه؟ لا، انا عايز اجاوب. نجاوب. لازم نجاوب. بص، في نقطتين هنا. النقطه بتاعه الفيديو بتاع السيد وليد الفراج، وهي انا في وجهه نظري كانت طريقه غير موفقه في انه تعامل مع السؤال نفسه كان سؤال مستفز. يعني انا لو حد سعودي هيستفزني السؤال جد. بس ده الفرق بين واحد مشجع بيبعت سؤال على تويتر وانا مذيع قاعد في استوديو. مليون %. فالسؤال وكانه كان في محاوله للنيل من الدوري المصري او كذا، ده كسؤال كواقع. اوكي، فهذه المحاوله بالتالي استفزت برضو بعض ردود الافعال الحنجريه قوميا مش عارف ايه، واحنا سنظل ولا نزال وما زلت وكل الكلام ده. حلو. طبعا جميل. واقعيا بقى من غير الواقع دي، شيل الواقع دي من السياق. لا، انت تبقى بجح قوي عشان تفتكر ان هو في اي مقارنه اصلا ما بين دوري من غير رونالدو، من غير كذا، من غير كذا، من غير كذا. انت اصلا عندك دوري بيتلعب بقالهم كام سنه، احنا بقالنا 10 سنين ده مبدئي. فانت اصلا يعني هو حنجريه مش اكتر من كده فعلا. فانت ما عملتش اي شيء. الدوري السعودي من غير رونالدو، من غير ماني، من غير اوريدي كان لافت النظر الفتره اللي فاتت وواقف على رجله. سيبك من النجوم يعني مش بتكلم على النجوم، ان انا معايا فلوس فبدفع اجيب نجوم كذا وكذا وكذا. انا عندي جمهور، انا عندي ملاعب، عندي بنيه تحتيه مش اعظم حاجه، لكن مقارنه بده لا طبعا فرق واضح قوي يعني. جدا جدا. وبقاله سنين واضح قوي، وبقاله سنين فعلا. وفي قبل النجوم، قبل كل النجوم دي، وفي الكوره كمان. فهو القصه دي موجوده. بس ما كانش فيه داعي لاثارتها من وجهه نظر من باب الحصافه، مش من باب انه ده صحيح ولا مش صحيح. طب مش ممكن يكون قصدها
يعني هو قاصد الريتش، ما احنا بقى بنتكلم السعوديه عايزه ريتش مثلا ممكن. تمام، فممكن يكون هو بينكش لانه عارف ان الشعب المصري بقى هيروح قايم على الموضوع ده ويبتدي يتابع الدوري السعودي بهدف اشوف له اخطاء، اشوف له حاجه، اقول له طب ما هو بيحصل زي ما بيحصل عندنا. يعني اعتقد يعني انا واحد من الناس ده اللي استفزني برضه، يعني استفزني ان انا اتابع بقى. بقى. انت لو شفت انت كمصري يعني بتتفرج على الدوري المصري، لو شفت الدوري السعودي ولقيت فيه اخطاء اوكي، لا ما انا بقى ايه، ما هو بقى انا بص انت بتتفرج على انا مصري، لا انا مصري وهتفرج على البريمير ليج وهقارن بقى. انت مش بتقول لي السعوديه بريمير، هشوف بقى اخطائك، مش هجيب ممكن انا يعني مش هفضل ان انا احلل الموقف او الجمله اللي هو قالها تحليل، لانه فاهم، انت بتصور وعارف انه في حاجات كتير بتتقال صح ما بتبقاش مقصوده، وتفاجئ ان بعد ما صورت والحلقه نزلت الناس خدت بالها اصلا حته ثانيه خالص. بس انا بس هقول انه لا، ما كانش من الحصافه انه الموضوع يجي بالشكل ده، صح، واخد بالك؟ كان في شيء من يعني محاوله نيل مش مفهومه ومش مبرره يعني. انت اوريدي خلاص انت عديت وجبت رونالدو وبتاع ما حدش اصلا بقى بيعمل المقارنه صح دي. صح، واخد بالك؟ صح. بس هي فيها ايه، عارف زي المقارنه بتاعت محمد صلاح وابو تريكه. ايوه صح صح، اللي هو ايه، لا بس ابو تريكه وهيفضل ومش عارف ايه وكذا وبتاع. طب الراجل ده عدى، ابو تريكه نفسه شايف انه عدى. ايوه بالظبط. فخلينا بقى نلم القصه دي وبتاع بالظبط. فما ينفعش مثلا ابو تريكه يطلع، محمد صلاح مثلا يطلع يقول ايه ابو تريكه ده مين، ابو تريكه ده اخره ايه، لعب في الدوري المصري والدوري القطري باين وبتاع. ما ينفعش يقول كده طبعا، واخد بالك؟ طبعا. مع انه لو بنتكلم فاكتس يقدر يقول كده، الامور واضحه، بس في برضه الامور ما بتمشيش واحد صح. يعني زائد اتنين طول الوقت. صح. بس مش عايز اخلص كلام بصراحه والله ما عايز اخلص كلام فعلا بس انا بشكرك جدا. ويعني يا جماعه احنا في المنيا تمام فيعني الراجل ده ان هو اتحرك من اسكندريه للمنيا، انا ده فوق دماغي من فوق ومقدره جدا جدا، ومبسوط جدا جدا بالقعده معاك والحديث معاك ممتع فعلا. انا ما حسيتش بملل، وانا متاكد الناس مش هتحس بملل يا رب. شكر جدا 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 يعني. جدا، انا شرفت بيك جدا جدا. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا لؤي، و سلام عليكم.